فيكتور لوستيك اللي صورته ظاهرة قدامكم ده بيعتبر حرفيا أكبر نصاب على وجه الكرة الأرضية. وصل بيه الذكاء في النصب إنه قدر يبيع برج أيفل مرتين، واتكلمت قبل كده عن الخطة اللي قدر يبيع بيها البرج. كمان بيعتبر واحد من ضمن اللي اتسجنوا في سجن القطراز في أمريكا، واللي اتعمل عليها فيلم الهروب الكبير من القطراز. المهم يعني من ضمن أعمال النصب اللي قام بيها إنه جه في مرة واخترع صندوق بيطبع دولارات، لكن الكلام ده غير حقيقي. بس هو بعد ما فصل الصندوق حط جواه حوالي 200 دولار، واوهم الناس انهم يقدروا يحولوا الورق لدولارات كل 6 ساعات، بمعنى ان الصندوق دوت بيطبع 100 دولار كل 6 ساعات. وبما ان هو حط جواه 200 دولار، يعني الصندوق ده هيشتغل معاك كويس في الطباعة لمدة 12 ساعة، وبعدها هيطلع لك ورق فاضي من البقرة اللي محطوطة جواه. طبعا ناس كتير طماعة اشترت منه مجموعة من الصناديق دي. واحد فيهم اشترى صندوق بقيمة 35 ألف دولار، وكل واحد كان ليه سعره. طبعا صاحبنا جمع المبالغ دي كلها ومحدش شاف وشه مرة تانية. والحتة دي بتوصل لك ان الطمع اقل ما جمع. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك، وقول لنا رأيك في التعليقات، وادعم المحتوى كله. سلام.